الأهلي والإسماعيلي. قلنا وأنه البداية كانت الإسماعيلي والهدف الأول جاء عن طريق عبد الله الشحات في مرمى الأهلي، هدف مقابل لا شيء. انطلاقة كانت طيبة للإسماعيلي وبقيت طيبة إلى أن جاء التعادل عن طريق محمد بركات يحقق الهدف الثاني لهذه المباراة. لكن الأسبقية تأتي دقيقتين بعد تسجيل محمد بركات الهدف التعادل عن طريق اللاعب أحمد علي لينهي الإسماعيلي الشوط الأول متفوق بنتيجة هدفين مقابل هدف. في الشوط الثاني كنا ننتظر استفاقة من الأهلي، لكن جاءت لفائدة الإسماعيلي ويتمكن من إضافة الهدف الثالث عن طريق نفس اللاعب أحمد علي. وختم الأهداف في الشوط الأول، بل عفوا معتصم سالم هو حقق الهدف الثالث، ثم أحمد علي يعود لإضافة الهدف الرابع في هذه المباراة، مما أثار غضب زكريا ناصف خلال مشاهدة هذه المباراة. الأهلي يعود في الأربع أهداف مقابل هدف، ويتمكن طلعت من تذليل الفارق لفائدة الأهلي. أقول وأنه الأهلي يكتفي فقط بتذليل الفارق، 4 أهداف مقابل هدفين.